بيبدأ الفيلم بملك وبيكون معاه مجموعة من الجنود وبيكونوا رايحين لكهف كبير جوه جبل. وأول ما بيدخل الملك وجنوده جوه الكهف ده بتظهر لهم أنثى تنين، فبيأمر الملك جنوده إن هم يستعدوا للهجوم. لكن أنثى التنين بتطلع نار من بقها وبتقتل كل جنود الملك. ولما الملك بيلاقي نفسه بقى لوحده بيركع قدام أنثى التنين وبيطلب منها الرحمة. وبعد مرور مئات السنين بتكون في مملكة فقيرة في مكان بعيد، وبيبان إن شعب المملكة دي فقير جدا وبيعاني من نقص شديد في الموارد، وبيكون في نقص في الأكل لدرجة إن أهل المملكة بيسرقوا الأكل من بعض. وبتكون الأميرة إيلي وأختها فلور بيشتغلوا زيهم زي أهل المملكة، وده علشان يساعدوا شعب المملكة في مواجهة ظروف الحياة القاسية في مملكتهم. وأثناء ما هم بيشتغلوا بيشوفوا عربية فخمة جدا بتزور المملكة، فبيروحوا على القصر علشان يعرفوا إيه اللي بيحصل. وهناك بيلاقوا أبوهم الملك بيفورد ومراته بيف، وبتكون معاهم واحدة من مملكة أوريا، واللي بتسلم بيفورد رسالة من الملكة ليزا ملكة أوريا. وبيفتح بيفورد الرسالة وبينبسط لما بيقراها، وبيعرف إن الملكة ليزا طالبة بنته إيلي للجواز من ابنها الأمير هنري. فبيقول بيفورد لبنته إيلي إن مملكة أوريا مملكة جميلة جدا وهي هتكون مبسوطة لما تعيش فيها. ده غير إن الملكة ليزا وابنها الأمير هنري عندهم أسطول كبير من السفن وكنوز كتير جدا من الذهب. وبيقول بيفورد لإيلي إن جوازها من الملك هنري هينقذ أهل مملكتهم، وده لأن أهل المملكة مش هيقدروا يستحملوا الجوع لحد ما يجي فصل الربيع. وبيفهمها إن الملوك والأمراء لازم يضحوا علشان شعبهم، فبتوافق إيلي وبعدها بيركبوا كلهم على السفينة وبيتحركوا في طريقهم لزيارة مملكة أوريا. وبتلاحظ فلور إن أختها إيلي حزينة، فبتروح وبتسألها عن سبب حزنها، فبتقول لها إيلي إن هي ما سمعتش قبل كده عن مملكة أوريا، ده غير إن هي ما كانتش عايزة تتجوز بالطريقة دي. وبتسمعهم بيف مرات أبوهم وبتطلب منهم يستعدوا علشان هم قربوا يوصلوا للمملكة. وأثناء ما هم بيتكلموا بتدخل السفينة في سحابة كبيرة من الضباب، وبيجي بيفورد وبيقول لهم إن هم وصلوا لمملكة أوريا. وبينصدموا كلهم لما بيشوفوا نار وسط الضباب ده، ولما بيقربوا أكتر بيلاقوا قدامهم تنين ضخم جدا. ولكن لما بيوصلوا عنده بيكتشفوا إن التنين ده مجرد تمثال مش أكتر. وأول ما بيوصلوا لشاطئ المملكة بيركبوا عربية ملكية وبيروحوا على القصر. وأثناء ما هم في طريقهم بيكونوا مبهورين بجمال المملكة والأراضي الزراعية اللي حواليها. وبعدها بيوصلوا للقصر الملكي وبيكون كبير الخدم في انتظارهم، وبيرحب بيهم وبياخدهم معاه وبيوريهم أوضهم علشان يرتاحوا من تعب السفر ويجهزوا نفسهم لمقابلة الملكة. وبتنبهر إيلي لما بتشوف الأوضة اللي هي هتبات فيها، وبتخرج إيلي للبلكونة وبتكون مستمتعة بالمنظر اللي هي بتشوفه قدامها. وبتشوف بنت من سنها في البلكونة اللي جنبها، فبتبتسم لها إيلي وبتحاول البنت دي إن هي تبتسم، لكن بيبان عليها إن هي حزينة. وبالليل إيلي بتكون قلقانة ومش عارفة تنام، فبتخرج للبلكونة وبتستغرب لما بتشوف في نار بتخرج من جوه الكهف اللي في الجبل. وتاني يوم إيلي وأهلها بيقابلوا الملكة ليزا والأمير هنري، وبترحب ليزا بإيلي وبتكون معجبة جدا بجمالها، وبتعرفها على هنري وبتطلب منه إن هو ياخد إيلي في جولة في القصر علشان يتعرفوا هما الاتنين على بعض أكتر. وفي نفس الوقت ليزا بتروح مع بيفورد وبيدخلوا غرفة علشان يناقشوا باقي تفاصيل الجواز. وفي الوقت ده بيكون هنري بيتمشى مع إيلي وبيسألها إذا كانت عايزة تعرف معلومات عنه، فبتقول له إيلي إن ده مش هيفرق لأن هي خلاص وافقت على الجواز منه. وبتقول له إيلي إن هي ما كانش عندها اختيار إن هي ترفض، وده لأن مملكتها فقيرة جدا وهي بتضحي بسعادتها علشان تنقذ أهل المملكة. فبيقول لها هنري إن هو كمان مجبر على الجواز لأن دي رغبة أمه. وبعدها بيركبوا الخيول وبيجروا بيها وسط الأراضي لحد ما بيوصلوا عند الجبل. وهناك إيلي بتسأل هنري عن النار اللي بتخرج من الجبل واللي هي شافتها الليلة اللي فاتت، فبيقول لها إن النار دي بتمثل احتفال خاص بعادات وتقاليد المملكة، وبيعرفها إن لسه في احتفالين تانيين هيتعملوا في نفس المكان. وبيقول هنري إن المملكة بتعمل الاحتفالات دي تكريما لأجدادهم. وفي الوقت ده بتخرج ليزا من الغرفة وبيخرج وراها بيفورد وبيبان عليه الحزن، فبتقلق بيف لا يكون بيفورد اختلف مع الملكة في تفاصيل الجواز. لكن بيفورد بيطمنها وبيقول لها إن أمور الجواز ماشية بشكل سليم وإن الملكة منحته كنز كبير جدا من الذهب. فبتسأله بيف عن سبب حزنه لكنه بيتعصب عليها وبيرفض يجاوبها. فبتروح بيف علشان تتكلم مع ليزا يمكن تقدر تعرف منها حاجة وتطمن، لكن ليزا بتتعامل مع بيف بغرور وبتستهزأ بيها وبتسيبها وبتمشي. وبالليل بيف بتروح لإيلي أوضتها وبتقول لها إن جوازها من هنري غلطة كبيرة. فبتستغرب إيلي من كلامها وبتسألها هي تقصد إيه بالظبط، وده لأن هي كانت مرحبة جدا بالجوازة دي في الأول. فبتقول لها بيف إن هي كانت غلطانة وإن هي مش مرتاحة للملكة ليزا وإن هي حاسة إن في حاجة غلط بتحصل. وبيجي بيفورد وبيقطعهم وبيسألهم هما بيتكلموا في إيه، فبترفض إيلي إن هي تقول له حاجة وبتقول له إن هي بتتكلم مع بيف
الغريب في امور البنات. وتاني يوم الخدم بيلبسوا إيلي فستان الفرح واللي بيتكون من قطع كتيرة جدا، فبتستغرب إيلي لان هي اول مرة تلبس فستان زي الاميرات. وبتتفاجئ لما الخدم بيحطوا في صدرها قطعة شبه السكينة علشان جسمها يكون مشدود، ده غير ان هم بيحطوا جنبها سلسلة جواها حجر كريم ريحته حلوة جدا. وبعدها بتبدأ مراسم الجواز، وإيلي وهنري بيلبسوا بعض الخواتم، وبتيجي الملكة ليزا وبتحط التاج على راس إيلي، وبتعلن قدام الكل ان إيلي بقت مرات ابنها وأميرة المملكة رسميا. وبعدها إيلي بتودع ابوها ومراته، وبتحضن اختها فلور، وبتوعدها ان هي هتبقى تيجي تزورها. ولما اهل إيلي بيمشوا بتركب إيلي مع هنري العربية الملكية وبيروحوا عند الجبل. وهناك بتتفاجئ إيلي ان ليزا مستنياهم، وبيكون حواليها مجموعة من الحاشية الملكية وبيكونوا كلهم لابسين اقنعة على وشهم. فبتستغرب إيلي وبتعرف من هنري ان ده هو الاحتفال التاني للمملكة. وبتدي ليزا لإيلي عملة معدنية، وبتقول لها ان هي هتنضم لعدد كبير من السيدات اللي ساعدوا في بناء المملكة. وبعدها بتدخل جوه الكهف اللي في الجبل وبتمشي فوق جسر طويل، فبيمشي هنري وإيلي وراها. وبتقول ليزا ان لما اجدادها سكنوا المملكة اكتشفوا ان في انثى تنين بتعيش في الجبل ده، وان انثى التنين دي هي اخر واحدة من بني جنسها. وبسبب مهاجمة انثى التنين لاهل المملكة وقتلها العدد كبير منهم، الملك اخذ جنود ودخل بيهم الجبل علشان يقتل انثى التنين ويحمي شعبه منها. لكن انثى التنين قتلت كل جنود الملك، وحكمت على الملك بمصير اسوأ من الموت، وهو انه يقدم بناته الثلاثة لانثى التنين كقربان، في مقابل ان هي تسمح لشعبه ان هم يعيشوا على ارض المملكة. فوقتها اضطر الملك ان هو يضحي ببناته في مقابل ان شعبه يعيش. ومن اليوم ده تحديدا والمملكة بتحتفل 3 احتفالات تخليدا لذكرى بنات الملك اللي اكلتهم انثى التنين. وبعدها بيقرب هنري وإيلي من ليزا، واللي بتمسك سكينة وبتجرح هنري وإيلي بجرح صغير في ايديهم. وبعدها ليزا بتخليهم يمسكوا ايد بعض، وبتعلن ان من اللحظة دي إيلي بيجري في عروقها دم العيلة الملكية. وبعدها ليزا بتطلب من إيلي ان هي ترمي العملة الذهب في قاع الجبل اللي هم فيه، فبتمسك إيلي العملة وبترميها. وبعدها هنري بيشيلها بين ايديه وبيطلب منها تثق فيه. فبتفرح إيلي لان دي بتكون اول مرة تعيش لحظة رومانسية بالشكل ده، ولكنها بتنصدم لما بتلاقي هنري بيعتذر لها وبيرميها في قاع الجبل. فبتصرخ إيلي وهي بتقع وبتخبط في فروع الشجر لحد ما بتخبط في الارض وبتفقد الوعي. وبعد شوية وقت بتفوق إيلي وبتلاقي نفسها متعورة في دماغها وبتنزف دم. فبتقف وبتفضل تصرخ وبتطلب المساعدة، ولكن محدش بيرد عليها. فبتحاول ان هي تتسلق الصخور علشان تخرج من المكان ده، ولكنها بتفشل وكل مرة بتقع على الارض. فبتنهار إيلي وبتعيط، وفجأة بتلاقي قدامها فستان وجزمة وقطع من المجوهرات. فبتفهم هنا إيلي ان في بنت قبلها تم التضحية بيها، وان هي تبقى التضحية رقم 2 اللي بتقدمها ليزا لأنثى التنين. وفجأة بتشوف إيلي ضوء بيخرج من ممر صغير في الكهف، فبتمسك فرع شجرة وبتمشي ورا الضوء ده علشان تعرف مصدره. وبعدها إيلي بتلاقي نفسها جوا كهف تاني، وبتلاقي فيه عصفور صغير النار ماسكة فيه وعلى وشك الموت. وبعد ما العصفور ده بيموت بتمسكه إيلي وبتعيط. وفجأة بتخرج من فتحة جوا الكهف مجموعة كبيرة من العصافير، وبتكون النار ماسكة فيهم، وبيفضلوا يخبطوا في الصخور اللي في المكان. وبعدها بيقعوا على الأرض وبيموتوا. فبتترعب إيلي من المنظر اللي هي بتشوفه. وفجأة بتظهر أنثى التنين ورا إيلي، فبتترعب إيلي وبتجري بسرعة وبتستخبى ورا الصخور. وبعدها أنثى التنين بتسأل إيلي عن اسمها، فبتقول لها إيلي على اسمها وهي مرعوبة جدا، وبتسألها هي عايزة منها إيه. فبتقول لها إن هي عايزاها تسدد الدين اللي عليها، وبتعرفها إن العيلة المالكة لازم تدفع الثمن. وبتقول أنثى التنين إن هي شم ريحة دم العيلة المالكة اللي بيجري في عروق إيلي. فبتفهم هنا إيلي إن الملكة خلطت دمها بدم هنري علشان تضحي بيها هي. وبعدها بتقف أنثى التنين قدام إيلي وبتطلب منها تهرب، وده لأن هي بتكون مستمتعة جدا لما الضحايا بيهربوا منها، وهي في الآخر بتمسكهم. وبتستعد أنثى التنين علشان تطلع النار من بقها. فبتجري إيلي بكل سرعتها جوه الكهف علشان ما تتحرقش، وبتدخل جوه كهف صغير وبتترعب لما بتشوف جثة البنت اللي سلمت عليها في البلكونة. وبتحس إيلي إن أنثى التنين جاية وراها، فبتدخل جوه فتحة ضيقة في الكهف علشان تستخبى منها. وبتتحشر إيلي في الفتحة دي وبتشوف النار وهي جاية عليها، فبتستجمع قوتها وبتقدر ان هي تعدي من الفتحة في اخر لحظة، ولكنها بتتألم جدا لان رجلها اتحرقت بالنار. فبتطلع إيلي السكينة من فستانها وبتسنها في الصخرة، وبعدها بتقطع جزء من الفستان وبتربط بيه رجليها. وبعدها بتفتح إيلي السلسلة اللي فيها الحجر الكريم وبتقربه من النار، وبتستخدم السلسلة كمصباح علشان تنور بيه طريقها جوه الكهف. وبتفضل إيلي ماشية جوه ممر صغير في الكهف لحد ما بتقع جوه نفق صغير، وبعدها بتصطدم بالارض والحجر الكريم بينطفي والدنيا بتبقى ضلمه. فبتتحامل إيلي على نفسها وبتقف على رجليها تاني، وبتلاقي قدامها مكان
مضيء، فبتتحرك ناحية المكان ده، ولكنها بتكتشف ان هي واقفة على حافة جبل، فبتشجع نفسها وبتنط في الهواء علشان توصل للناحية التانية، ولكنها بتفقد توازنها وبتقع، فبتطلع السكينة وبتغرزها في مكان ما بين الصخور، وبتتسلق الصخور لحد ما بتوصل للقمة، وبتقرب إيلي من المكان المضيء، وبتكتشف ان مصدر الإضاءة هو يرقات صغيرة، فبتاخد إيلي مجموعة من اليرقات دي وبتحطها جوه قطعة من فستانها وبتعمل بيهم مصباح كبير، وبعدها إيلي بتكمل في طريقها جوه الكهف لحد ما بتوصل عند بحيرة مية، فبتمد إيلي ايدها وبتشرب من المية، لكنها بتكتشف ان طعمها وحش جدا، لكنها بتلاقي قدامها صخور من التلج بتنزل منها نقط مية، فبتقف تحت منها وبتفتح بقها علشان تشرب، وبتتفاجئ إيلي ان التلج بيسيح بسرعة، وده لان انثى التنين بتهجم عليها وبتطلع نار من بقها، فبتهرب إيلي بسرعة وبتقع جوه حفرة في الكهف، وبتلاقي حواليها عدد من فساتين الاميرات اللي تم التضحية بيهم قبل كده، وبتلاقي كمان اسامي الاميرات محفورة على الجدران، وبيكون جنب الاسامي خريطة، والخريطة دي بتوضح طريقة الهروب من الكهف، وساعتها بتحس إيلي بالتعب والألم بسبب إصابتها، فبتقعد على الأرض وبتشيل القماش من على رجلها وبتنام من كتر التعب، وأثناء نومها بتحلم بالأميرات اللي كانوا موجودين في المكان ده، فبتصحى من نومها بسرعة وبتلاقي اليرقات لازقة في رجليها المحروقة، فبتشيلها إيلي من على رجليها وبتكون خايفة لا يكون الجرح بتاعها اتلوث بسبب اليرقات دي، لكنها بتتفاجئ إن الحرق اختفى تماما ورجليها رجعت لطبيعتها، فبتستغرب وبتمسك يرقة وبتحطها على الحرق اللي في دراعها، فبتتحرك اليرقة فوق الحرق وبعدها بتختفي آثار الحرق نهائي، وبعدها بتقف إيلي قدام الخريطة وبتركز فيها لحد ما بتحفظها، وبتبدأ تمشي جوه الكهف على حسب وصف الخريطة، وبتوصل إيلي عند مكان بيصدر منه ضوء الشمس، فبتفرح وبتقرب منه وبتكتشف إن هو مليان بصخور مدببة، وبتشوف إيلي تاج واقع على الأرض فبتاخده علشان تستخدمه وتتسلق بيه الصخور، وبعدها بتقطع فستانها وبتلف إيديها ورجليها علشان ما تتعورش، وبتفضل إيلي تتسلق لحد ما بتوصل للقمة، وبتلاقي نفسها قدام فتحة في الجبل، فبتفرح جدا وبتجري ناحية الفتحة دي، وبتشوف على مسافة بعيدة مجموعة من الفرسان، فبتنده عليهم بصوت عالي علشان ينقذوها، ولكن للأسف محدش فيهم بيسمعها، وفجأة بتهجم أنثى التنين على إيلي وبتكون على وشك إن هي تقتلها، ولكنها بتسمع صوت حد بينده على إيلي، فبتبص ناحيته وبتروح علشان تشوف مين الشخص ده، وبتستغرب إيلي هي كمان لما بتسمع الصوت ده، لأن هي مش متخيلة إن في حد ممكن يجي وراها وينقذها، ولكن اللي ما تعرفوش إيلي إن الفرسان اللي هي شافتهم من شوية هم أبوها ومعاه 2 من فرسان مملكته، واللي قدروا إن هم يوصلوا للجبل ودخلوا جوه الكهف علشان يدوروا عليها، وفي اللحظة دي بتسمع إيلي أبوها وهو بينده عليها، فبتنط من فوق المكان اللي هي فيه وبترجع للكهف من تاني علشان تروح لأبوها، وبتفضل إيلي ماشية ورا الصوت لحد ما بتلاقي في طريقها مكان بيكون فيه أطفال أنثى التنين اللي ماتوا، فبتفهم هنا إيلي حقيقة اللي حصل، وبنرجع بالزمن لورا وبيكون الملك جوه الكهف هو وجنوده، وبيكونوا واقفين قدام 3 بيضات لأنثى التنين، وأول ما بيخرج أولاد أنثى التنين من البيض الملك بيؤمر الجنود إن هم يقتلوهم، وبتيجي أنثى التنين وبتكون في قمة غضبها بسبب موت أطفالها، فبتهجم على الجنود وبتقتلهم كلهم، ولما بيركع الملك قدامها وبيطلب منها الرحمة بتعمل معاه صفقة وبتجبره إن هو يقدم لها بنات والثمن اللي هو عمله في أطفالها، ده غير إن هي بتجبره إن هو وشعبه يقدموا لها 3 بنات لحد آخر يوم في عمرها. وفي الوقت الحالي أنثى التنين بتهجم على الفرسان اللي مع بيفورد وبتمسك واحد فيهم وبتطير بيه في الجو وبترميه، وبيخبط الفارس في الصخور وبيقع على الأرض وبيموت، فبيترعب الفارس التاني وبيحاول إن هو يهرب، ولكن أنثى التنين بتمسكه وبتسحقه تحت رجليها، وفي اللحظة دي بتوصل إيلي للمكان وبتشوف أنثى التنين وهي واقفة قدام أبوها وبتسأله هو جاي ليه، فبيرفع سيفه قدامها وبيقول لها إن هو جاي علشان ينقذ بنته، لكن أنثى التنين بتمسكه وبترفعه لفوق وبعدها بترميه على الأرض، وبتطلب منه ينده على إيلي وبتقول له إن هي شامة ريحتها وعارفة إن هي مستخبية وبتراقبهم، فبيفرح بيفورد لما بيعرف إن بنته لسه عايشة وبينده عليها وبيعتذر لها وبيطلب منها إن هي تسامحه لأن هو غلط غلطة كبيرة في حقها، وده لما هو وافق إن هو يضحي بيها علشان مملكته، فبتعيط إيلي لما بتسمع كلام أبوها، ولكنها بتفضل مستخبية علشان أنثى التنين ما تشوفهاش، ولكن أنثى التنين بتضرب بيفورد وبتوقعه على الأرض وبتغرز مخالبها في جسمه، وبتطلب منه ينده على إيلي ويطلب منها تيجي، وفي اللحظة دي المرشد بيكون مستخبي وبيطلع صوته وهو بيتحرك، فبتتحرك ناحيته أنثى التنين وبتكون فاكراه إيلي، فبتستغل إيلي الفرصة وبتروح لأبوها اللي بيكون في لحظاته الأخيرة، فبيقول لها أبوها تستخدم الحبال اللي هو نزل بيها للكهف علشان تهرب، وبيعرفها إن هي هتروح على السفينة وهتلاقي بيفو وفلور مستنيينها، وبيطلب بيفورد من إيلي إن هي تسامحه وبيموت، فبتعيط إيلي وبتقول
بتبوس راس ابوها وبتجري بسرعة علشان تهرب. وفي اللحظة دي انثى التنين بتشوف المرشد وبتغضب وبتخلص عليه، وبعدها بتفضل تدور على إيلي، واول ما بتشوفها وهي بتتسلق الحبل بتطلع عليها نار من بقها، ولكن إيلي بتكون خلاص وصلت للفتحة اللي في الجبل وبتخرج منها وبتجري بسرعة وبتركب على الحصان وبتجري بالحصان بسرعة كبيرة جدا. واثناء ما هي في الطريق بتنزل إيلي من على الحصان وبتستخبى تحت الصخور. ولما بتخرج انثى التنين من الجبل علشان تطارد إيلي بتتفاجئ ان هي مش راكبة على الحصان، فبتدور عليها في كل مكان ولكنها مش بتلاقيها، وبتكون إيلي مستنية في مكانها لحد ما انثى التنين تمشي. لكن انثى التنين بتكون غضبانة جدا وبتفضل تطلع نار من بقها وبتحول المكان بالكامل لكتلة كبيرة من اللهب. وفي الوقت ده ليزا بتشوف انثى التنين وهي بتولع في المكان، فبتفهم ان إيلي هربت منها. وفي الوقت ده على السفينة بتكون بيف وفلور مستنيين بيفورد يرجعوا مع إيلي، ولكنهم بيتفاجئوا ان ليزا بتهجم على السفينة بجنودها وبيخطفوا فلور. وتاني يوم بتصحى إيلي من نومها وبتفرح جدا لما بتلاقي انثى التنين اختفت من المكان، ولكنها بتشوف بيف وهي راكبة على حصانها وجاية ناحيتها، وبتفرح بيف جدا لان إيلي لسه عايشة، وبتقول لها ان ليزا خطفت اختها فلور علشان تقدمها تضحية للتنين بدلها. فبتركب إيلي على الحصان علشان تروح تنقذ اختها، وقبل ما تمشي بيف بتسألها عن ابوها، فبتسكت إيلي والحزن بيبان على ملامحها. فبتفهم بيف ان بيفورد مات. وفي الوقت ده بتكون ليزا في الكهف وبتطلب من هنري ان هو يخلط دمه بدم فلور، فبيرفض هنري وبيقول لها ان فلور لسه صغيرة ومش هيقدر يعمل كده، وبيحاول يمنعها عن اللي هي عايزة تعمله. لكن ليزا بتكون مصممة على اللي في دماغها وبتعور ايديها وبتعور ايد فلور وبتخلط دمهم ببعض، وبعدها بترمي فلور في الكهف. وبعدها بتوصل إيلي للجبل وبتطلع للكهف بسرعة وبتفضل تنده على فلور. واول ما إيلي بتسمع صوت صريخ اختها بتفك حبل من الجسر وبتنزل للكهف بسرعة. وفي اللحظة دي بتكون انثى التنين ماسكة فلور واللي بيكون مغمى عليها من شدة الصدمة، وبتطير بيها جوه الكهف وبتروح بيها عند المكان اللي موجود فيه جثث اطفالها وبتحطها على الارض، وبتقول لها ان هي عارفة ان اختها هتيجي علشان تنقذها. وفي الوقت ده بتكون إيلي في طريقها لانثى التنين وبتاخد مجموعة من اليرقات علشان تستخدمها كمصدر للنور، وبعدها بتمسك دروع الفرسان اللي ماتوا وبتحطهم فوق بعض بطريقة معينة، وبتقف إيلي قدام جثة ابوها ونظراتها بتكون مليانة تحدي، وبتمسك سيف ابوها وبتروح لانثى التنين، وبعدها الدروع بتقع على الارض وبتعمل صوت عالي. واول ما بتسمع انثى التنين الصوت بتجري ناحيتها بسرعة، وبعدها بتظهر إيلي وبتقرب من اختها فلور وبتفوقها. فبتفرح فلور لما بتلاقي اختها إيلي قدامها وبتساعد إيلي فلور علشان تقوم لانها بتكون متعورة في رجليها، وبعدها بيستخبوا هما الاتنين ورا صخرة. واول ما بترجع انثى التنين للمكان بتظهر قدامها إيلي وبتوجه سيفها ناحيتها وبتقول لها ان هما الاتنين اتخدعوا، وبتعرفها ان ليزا قالت ان هي اللي هاجمت شعب المملكة وعلشان كده الملك قتل اطفالها. فبتقول لها انثى التنين ان هي ما هاجمتش البشر وان الملك قتل اطفالها بدون سبب. فبتحاول إيلي تفهمها ان هي مش من سلالة الملك، ولكن انثى التنين مش بتصدقها وبتهجم عليها. فبتتفادى إيلي هجوم انثى التنين ولكنها بتقع في البحيرة، وبعدها بتخرج إيلي من البحيرة وفلور بترمي لها السيف علشان تدافع بيه عن نفسها. فبتحاول إيلي توصل للسيف ولكن انثى التنين بتهجم عليها وبتوقعها على الارض وبتقول لها ان هي مش هتعرف تهرب تاني، وبتغرز انثى التنين مخالبها في جسم إيلي علشان تحسسها بالالم اللي تعرض ليه اطفالها. فبتصرخ إيلي من شدة الالم وبتمسك السكينة وبتطعن انثى التنين في عينها، فبتصرخ انثى التنين من الالم وبترمي إيلي بعيد، وبعدها بتمسك إيلي السيف وبتهجم على انثى التنين وبتقدر تطعنها في بطنها. فبتمسكها انثى التنين بايديها وبتكون عايزة تقتلها، لكن إيلي بتغرز السيف في ايديها وبتسبب لها الم شديد جدا. فبترميها انثى التنين على الارض وبتشد السيف من ايدها، وعلى الرغم من اصابتها الا انها بتكمل مطاردة إيلي. وبتكون إيلي هي كمان تعبت ومش قادرة تجري، ولكنها بتلاقي قدامها صخرة بترتد منها الرياح اللي في المكان. فبتجيلها فكرة ذكية وبتقف قدام انثى التنين وبتفضل تستفز فيها لحد ما بتخليها تضرب عليها كمية كبيرة من النار، وبسرعة بتتحرك إيلي وبتبعد عن النار. فالنار بتخبط في الصخرة وبترد في جسم انثى التنين تاني، فبتقع على الارض وجسمها كله بيتحرق، وبتتصاب انثى التنين اصابة شديدة جدا ولكنها مش بتموت. وبتقف إيلي قدامها وبتوريها الجرح اللي في ايديها وبتقول لها على الخدعة اللي بتعملها ليزا، وبتقول لها ان
هو ده السبب اللي بيخليها تشم ريحة دم العيلة المالكة فيها. وبتقول إيلي الأنثى التنين إن هي شاركت مع ليزا في قتل بنات كتير ملهمش ذنب، فبتطلب منها أنثى التنين إن هي تقتلها. فبتمسك إيلي سيفها وبتكون على وشك إن هي تقتلها فعلا، ولكنها بتتراجع في آخر لحظة وبتروح تجيب مجموعة من اليرقات وبتحطهم على جسم أنثى التنين علشان تعالج لها الحروق. وفي الوقت ده ليزا بتكون في مراسم جواز ابنها هنري، ولكنها بتنصدم لما بتشوف إيلي وهي داخلة عليها. وبتروح إيلي للأميرة اللي هنري هيتجوزها وبتطلب منها تاخد أهلها وتمشي، وبتعرفها إن ليزا وابنها بيخدعوها وكانوا هيقدموها ضحية لأنثى التنين. فبتترعب الأميرة وبتمشي من المكان هي وأهلها بسرعة. وبعدها بتقف إيلي قدام كل اللي موجودين وبتطلب منهم يمشوا من المكان فورا وإلا هيموتوا. لكن ليزا بتزعق لإيلي وبتقول لها إن هما مش هيخافوا منها. فبتقول لها إيلي إن مش هي اللي لازم يخافوا منها. وفجأة هنا بتظهر أنثى التنين وبيقف كل اللي موجودين مصدومين من اللي هما بيشوفوه. وبنعرف هنا إن إيلي وأنثى التنين اتحدوا سوا علشان ينتقموا من ليزا. وبتطلع أنثى التنين كمية كبيرة من النار على ليزا وابنها هنري وبتحرقهم وبتموتهم. وتاني يوم بتكون إيلي مع بيف واختها فلور، وبتقول إيلي لبيف إن هي أصدرت أمر ملكي بصفتها ورثة العرش بعد موت جوزها هنري، والأمر ده هو إن بيف هتكون ملكة على مملكة أوريا. وبعدها إيلي واختها فلور بيركبوا السفينة وبيرجعوا على مملكتهم. وبتظهر أنثى التنين واللي بيكون واضح إن هي رايحة معاهم على هناك. وبيخلص الفيلم.